طاجن السجق بالبطاطس من احلى الحاجات اللي حرفيا ممكن تعملوها في دقايق بالظبط، بتحضريه والطعم يجنن. ما اقولكيش عليه، لازم تجربيه بنفسك. سهل وبسيط جدا. انا مروه. لو اول مره تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش لايك وشير للفيديو. تعالوا بينا نشوف بقى هنعمل العظمه دي ازاي. في طاسه على النار هبتدي انزل بمعلقتين محترمين من الزيت ونص كيلو من السجق. انا ما عملتش فيه اي حاجه غير ان انا قطعته بس بالمقص قطع صغيره بالشكل ده، وببتدي ان انا اشوحه بالطريقه دي. تمام كده. معلقه صغيره بقى من الثوم المفروم، وزيهم منها ريسه الفلفل لو متوفره، تقدري طبعا تستغني عنها. ولو حسيتي ان السجق بتاعك فيه دهون كتير اتنازلي خالص عن معلقتين الزيت اللي في الاول. بصلايه كبيره مفرومه ناعم بالشكل ده، ببتدي انزل بيها معاهم بالطريقه دي واشوحها. الريحه هنا بقى يا ربي تجنن، حلوه بجد، خطيره. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي عرفيني، قوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني. نزلت كمان بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، شوية من فلفل الالوان لو متوفر، بس بصراحة بيعلي التست جدا. وببتدي استمر في التشويح بتاعي بالشكل ده. تمام كده. بطاطسيتين بقى متوسطتين بالشكل ده بقطعهم قطع صغيرة مكعبات وهنزل بيها معاهم، وابتدي برضو استمر في التقليب. رشة صغيرة جدا من الفلفل الاسود، وزيهم من بهارات اللحمة. وظبطي الملح بتاعك بقى، تمام، على حسب طبعا السجق اللي انتي بتجيبيه. هو اوريدي بيبقى فيه تتبيله كويسه قوي، عشان كده ما بزودش قوي التتبيله بتاعتي او التوابل. ببتدي ان انا اقلب بالشكل ده، وبضيف كمان نص كوبايه صغيره من الميه، يا دوب غلوه واحده بس. ويلا بينا بقى على الطاجن. بصوا يجنن يا جماعه، بجد حلوه قوي. في الطاجن بتاعي بقى ببتدي انزل بالمكونات بتاعتي كلها بالشكل ده. مسخنه طبعا الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 في المرحلة دي، مش أقل من 5 دقايق. اتعودوا كده قبل ما تدخلوا أي طاجن لازم الفرن يكون متسخن كويس. تمام. ببتدي بقى أضيف بالشكل ده كده فويل بقى لو الطاجن بتاعك ملوش غطا، لكن لو طبعا ليه غطا يبقى تمام جدا. في الفرن درجة حرارة 200 في الرف الأوسط بالشكل ده، وتشغلي الشواية عليه وهتشمي أحلى ريحة خطيرة بجد. طاجن السجق ده من الحاجات المميزة، لأنه سهل وبسيط وفي دقايق بالظبط بتحضريه، بينجز يعني من الآخر كده. والطعم ولا أروع، بجد لازم تجربوه بنفسكم. طعم مختلف جدا عن طريقة السجق التقليدية اللي احنا عملناها مع بعض كتير قبل كده. جربوها وباذن الله يعجبكم. لو الفيديو عجبك لايك وشير لي، وقولي لي من اي بلد انتي بتتابعيني، وعرفيني على نفسك. اشوفكم في فيديو جديد وقصه جديده. باي باي.